اهلا بيكم. النهارده جايه اقدم لكم طريقه عمل قراقيش بطريقه سهله جدا وبسيطه، ومكونات موجوده في كل بيت، طالعه ما شاء الله بحشو العجوه وساده. يلا نبدا الفيديو ونعرف عملناها ازاي. اول حاجه عندي كيلو من الدقيق المنخول، الدقيق الابيض، مع معلقتين كبار من السمسم المحمص، ونص معلقه من ريحه الكحك ودي اختياري، وربع معلقه من الملح. هكون محضرة بقى عندي من المواد الدهنية كوباية ونص من السمنة، السايحة تكون باردة ما تكونش سخنة، عليهم نص كوباية من زيت الذرة، يعني بالظبط كوبايتين من المواد الدهنية، كوباية ونص سمنة معاهم نص كوباية من زيت الذرة. تمام. هشغل بقى سلاح الكف دوت عشان عايزة العجينة تتبس زي عجينة الكحك بالظبط. أهم خطوة في القراقيش إن انت تبسيها كويس جدا. بعد كده اكون محضره عندي كوبايه ونص من الميه الدافيه مع معلقه كبيره من الخميره الفوريه وثلاث معالق كبار من السكر. هبتدي اقلبهم واسيبها على جنب تتفاعل مع نفسها بالشكل ده. وبعد كده ارجع للعجينه، هلاقيها اتبست معايا بالشكل دوت، اخدت في حدود 10 دقايق. بعد كده هغير عندي سلاح الكف دوت وهشغل سلاح العجن. تمام. بص العجينه اتبست ما شاء الله. هجيب عندي بقى سلاح العجن وهركبه، وهبتدي انزل بالميه بالخميره اللي انا عملتها على جنب من شويه. هنزل شويه شويه، هي بالظبط هتاخد الكوبايه ونص الميه. هبتدي بقى اشغل العجان بالشكل دوت، وابتدي ازود الميه حبه حبه لحد ما عجينه القراقيش تبتدي تلم معايا زي ما انت شايفه بالشكل ده. هتديها حقها من العجن، هتلم معايا زي ما انت شايفه، والعجينه هتبتدي تتجمع اهيت. بعد ما بقت عجينه طريه معايا بالشكل ده، هعرف منين ان هي كده العجن بتاعها مظبوط؟ لما تبداي تشد العجينه بالشكل ده تقطع معاكي ما تنتش اهي. هتكوريها وتبططيها هتلاقيها مش مشققه كده، تبقى العجينه مظبوطه معايا. بعد كده بقى هجيب عندي مفرش العجين، هبتدي بقى افرد قطعه من العجين بالنشابه او بايدك زي ما انت شايفه بالشكل ده. طريقتها سهله جدا زي ما انت شايفه. هبتدي بقى ابرمها رول رفيع، وهبتدي اقفلها من تحت وهبططها واقطعها على شكل صوابع. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفاتي. طريقة القراقيش دي سهلة جدا يا جماعة، طعمها بجد تحفة، انضف واحلى مليون مرة من بتاعة الافران. على الاقل انت عاملاها في البيت بمكونات بسيطة خالص. انا هنا مستخدمتش اللبن، انا عاملاها بالمية، طعمها بجد تحفة. المية بتديها عمر اطول لو قعدت عندك شوية، او لو عملتي منها كمية. ولو حابة تعملي كمية اقل من الكيلو بتقللي في المكونات. زي ما انت شايفة كده بدأت ارصها في الصينية اللي هدخلها الفرن. هجيب عندي قطعة من العجين تانية، هبتدي افردها، واجيب بقى عندي عجوة. انا العجوة ديت بلح فصصته وهرسته بنص معلقة من السمنة وعملته صوابع بالشكل دوت. وهبتدي بقى احشي العجينة دي، بيبقى طعمها تحفة بالعجوة او بالملبن زي ما انت حابة. هبتدي بقى ابرمها بالشكل ده. هكون محضره عندي طبق يكون فيه سمسم، انا مندياه بشويه من الميه علشان السمسم يمسك في العجين. بعد كده هبتدي بقى اقطعها على شكل قطع صغيره. طريقتها سهله خالص. انت عشان تجيبي مثلا كيلو قراقيش من اي فرن او محل حلواني، هتلاقي كيلو القراقيش ده عامل من 120 ل150 جنيه على حسب المكان. انت هتعمليه في البيت بمكونات بسيطة خالص ومكونات عندك في البيت زي ما انت شايفة بالشكل ده. هسيبها بقى لمدة ساعة تختمر عشان الجو ساقعة. هدخلها الفرن، اول ما الاقيها استوت من تحت اولع الشواية تاخد اللون الذهبي وهتطلع معايا وهتبقى بالشكل ده. طالعة مش عايزة اقولك على الريحة والطعم والتسوية بتاعتها مظبوطة جدا وطعمها خطير. امشي بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها والله هتطلع معاكي خطيرة. تفطري بيها مع كوباية شاي بلبن في العشاء، بجد طعمها حلو قوي، خفيفة خالص، انضف واحلى من بتاعة المخابز. امشي بنفس الطريقة بتاعتي دي وهتدعيلي. لو عجبتك اكتبيلي في الكومنتات، واستنيني في وصفات تانية كتير بإذن الله تعجبك. وأي وصفة أو أي طريقة حابة
اعملها اكتبي لي في الكومنتات، واستنيني في وصفات تانية كتير من قناة منوعات مطبخ فوفا. شكرا. السلام عليكم.